السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من رمية تماس. زي ما عودناكم دايما بنجيب لكم آخر أخبار النادي الأهلي وكل اللي بيحصل ورا الكواليس. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل جديد أول بأول. نبدأ مع الخبر الأبرز على الساحة الحمراء، ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي واللي شغل جماهير الفريق في الأيام الأخيرة بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب تراجع النتائج بعد قرار الإقالة. إدارة الأهلي بدأت تتحرك بسرعة وكان في اسم مميز على الطاولة، المدرب البرتغالي كارلوس كيروش اللي سبق له تدريب منتخب مصر وحالياً بيقود منتخب سلطنة عمان. إدارة الأهلي فتحت معاه خط مفاوضات مباشر، والمدرب بالفعل رحب مبدئياً بقيادة الفريق واعتبر إنه عرض الأهلي عرض محترم وجاد، خصوصاً إنه اشتغل قبل كده في مصر وعارف أجواء الكرة المصرية كويس. لكن كيروش كان عنده شرط واضح، وهو إنه مش هيقدر يبدأ على طول، وطلب تأجيل استلام المهمة الفنية لحد ما يخلص معسكر منتخب عمان في التوقف الدولي الجاي. المدرب عنده التزامات مع منتخب عمان، حيقود الفريق في مباراتين مهمتين في فترة التوقف الدولي وما يقدرش يسيب المنتخب في التوقيت الحساس ده. المصادر أكدت إن كيروش طلب تأجيل المفاوضات لحد بعد منتصف أكتوبر، وتحديداً بعد المباراة الثانية للمنتخب العماني. لكن إدارة الأهلي كان لها رأي تاني، رفضت التأجيل بشكل واضح لأنه النادي محتاج مدرب يبدأ فوراً، يستغل فترة التوقف في دراسة الفريق، يتعرف على اللعيبة ويبدأ يوصل فكره التدريبي. كمان الأهلي شايف إنه الوضع الحالي مش مستحمل تأخير، خصوصاً بعد البداية المتواضعة في الموسم الجديد وضغط المباريات في الدوري ودوري الأبطال، وبالتالي المفاوضات مع كيروش اتوقفت عند النقطة دي. هو عنده التزامات والنادي مستعجل، فالوضع حالياً إما تجميد مؤقت أو خروج من الحسابات. نروح دلوقتي لملف مهم شاغل جمهور الأهلي قبل مباراة القمة، وهو حالة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق اللي بيخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف علشان يلحق بمواجهة الزمالك المرتقبة يوم 29 سبتمبر. زيزو أصيب بشد في العضلة الضامة خلال مباراة إنبي الأخيرة. الإصابة من الدرجة الثانية وسببت له غياب عن التدريبات الجماعية، لكن رغم كده اللاعب بيبذل مجهود كبير جدا في التأهيل وعنده إصرار واضح على التواجد في مباراة القمة بأي شكل. الجهاز الطبي في الأهلي شايف إنه مشاركته في المباراة مش مؤكدة، وبيفضلوا إن اللاعب ياخد وقته الكامل في التأهيل لأنه لسه محتاج فترة علشان يتعافى بشكل كامل. لكن زيزو عنده رأي تاني، هو مصر على العودة السريعة وبيشتغل يومياً على فترتين في الجيم والملعب، وبيحاول يسرع عملية الشفاء علشان يكون جاهز في أقرب وقت. الخطة الحالية هي إنه يرجع للتدريبات الجماعية قبل نهاية الأسبوع، ولو الأمور مشت بشكل إيجابي ممكن جداً نشوفه في تشكيل الأهلي خلال القمة. جمهور الأهلي طبعاً بيتمنى يشوف زيزو في المباراة، خصوصاً بعد الأداء الجيد اللي قدمه مع الفريق من بداية الموسم، وكمان بعد الفوز المهم اللي حققه الأهلي على سيراميكا بهدف من غير رد في الجولة اللي فاتت. زيزو يعتبر من العناصر المؤثرة في خط الوسط، وجوده بيضيف حلول هجومية وتمريرات حاسمة، وغيابه ممكن يكون مؤثر، لكن في النهاية القرار حيكون بيد الجهاز الطبي والفني حسب حالته قبل اللقاء.